السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، أيضا تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشر الفيديوهات على اليوتيوب. في ملاحظتين قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا: أي حد يلاقي أي إعلان من فضلكم مخالف للشريعة الإسلامية برجاء إن هو يغلقه فورا حتى لا يكون في ميزان سيئاتنا أو ميزان سيئات حضراتكم. كمان في قناة دعوية، قناة بتقدم معلومات عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بلغات مختلفة، بالصينية، بالإنجليزية، بالفرنسية. برجاء ان حضراتكم، انا هسيب لحضراتكم الرابط بتاع القناه في صندوق الوصف اسفل شاشه الفيديو. برجاء ان حضراتكم تاخدوا الرابط ده وتكتبوا نبذه عن القناه وتنشروه على اوسع نطاق ممكن، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي بيها حد فتكون في ميزان حسناتنا جميعا. هي القناه غير هادفه للربح، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هي قناه هادفه لنشر دعوه النبي عليه الصلاه والسلام والاسلام في ارجاء الارض. النهارده معانا فيديو حقيقه يعني مميز، سهل، تكلفته المادية صفر، ولكن آثاره يعني أكثر من رائعة على كل النواحي. التجربة بتقول إن في واحدة، والتجربة دي حقيقية وممكن حضراتكم تدخلوا على الإنترنت وتعملوا بحث عليها على الجوجل. التجربة إن في سيدة بريطانية، السيدة دي تبلغ من العمر 42 سنة. السيدة دي كانت بتشعر بصداع جامد جدا، فراحت ذهبت للطبيب، فالطبيب نصحها بأنها تشرب 3 لتر من الماء بشكل يومي. الحقيقة ان الست دي اسمها سارة. سارة عندها 42 سنة، صورت نفسها وهتلاقوا صورتها موجودة على الانترنت. انا بس لولا الحرج الشرعي كنت حطيت لكم صورتها قبل ما تشرب المية وبعد ما شربت المية. سارة السيدة سارة دي شربت المية لمدة 4 أسابيع، هي يعني غير محجبة، بس فعشان كده انا ما حطيتش صورتها على القناة. السيدة شربت المية لمدة 4 أسابيع 3 لترات كل يوم. عايزه اقول لكم ان هي حصل لها مجموعه كبيره جدا من التغيرات الايجابيه. بشرتها اول حاجه كان فيها بقع حمراء، بشرتها البقع الحمراء اللي فيها اختفت تماما. هي كانت بتصور نفسها بقى كل اسبوع، يعني الاسبوع الاول بعد شرب 3 لتر ميه كل يوم، الاسبوع الثاني وهكذا. الحقيقه كل اسبوع عن الاسبوع اللي قبليه كانت صورتها بتفرق كتير جدا. لما تبصوا بقى على صورتها قبل وصورتها بعد الاتنين جنب بعض هتحسوا ان صورتها قبل فعلا وبدون اي مبالغه اكبر من صورتها بعد على الاقل ب10 سنين، بدون اي مبالغه. كميه التجاعيد اللي كانت في وشها نتيجه ان هي ما بتشربش ميه كميه رهيبه جدا. لما تبصوا للصوره تقولوا ان الست دي فوق ال50 بدون يعني، وانتم مرتاحين جدا. كميه التجاعيد اللي حوالين العينين واللي حوالين الفم وشحوب البشره والبقع اللي فيها تقولوا ان هي مش ممكن دي تكون عندها 42 سنه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان هي كمان خست 3 كيلو. النقطه الثالثه ان هي الصداع بتاعها اتحسن ومبقاش تقريبا، يعني هو ده اللي الدكاتره نصحوها بيه. آه طب نكمل بعد الفاصل، بعد الاذان ان شاء الله. فزي ما قلت لحضراتكم الوصفه يعني مفيش وصفه اصلا، هي بس ان احنا كلنا يعني معظمنا بيهمل شرب الميه خاصه في فصل الشتاء. كمان يا جماعه محدش يقول ان هو مثلا لو انت لو حضرتك بتشربي شاي او قهوه او ايا كان نوع المشروب اللي حضرتك بتشربيه على مدار اليوم، ده ما يتحسبش زي الميه اللي حضرتك تشربيها. لا، مطلوب من حضرتك ان حضرتك تشربي 3 لتر ميه وميه بس، يعني ما تحسبيش مثلا انت شربتي كوبايه قهوه او كوبايه شاي فتبقى دي من ضمن لترات الميه. لا، 3 لتر ميه بشكل يومي. زي ما بقول لحضرتك ان شاء الله هتفرق معانا كلنا، وانا بدعو نفسي واياكم قبل ما يعني بدعي نفسي معاكم ان انا انفذ التجربه دي على نفسي. ان احنا ننفذ التجربه دي. والله يا جماعه يعني مش قادره اقول لكم يعني الست شكلها بقى عامل ازاي، يعني فعلا اتحسنت كتير جدا وتحسن ملحوظ جدا. بشرتها بقت حاجه تانية، التجاعيد اللي حوالين عينيها خفت خالص، التجاعيد اللي حوالين الفم يعني خفت خالص، بشرتها ابيضت، بشرتها بقت خلق ما فيهاش شوائب زي الاول، ما بقتش شحبه زي الاول. على الصعيد الاخر كمان طبعا اكيد بالتالي الاجهزه الداخليه، الجهاز البولي بتاعها طبعا والكلى كل ده اتنشط وبقى نظيف ان شاء الله. ايضا كمان الموضوع ان فقد الوزن، يعني وانت متخيله هي خست 3 كيلو في الشهر بدون رجيم، يعني بالنمط الحياتي بتاعها بشكل يومي. فمتخيلين الفايده قد ايه على كل الاصعده. وده طبعا امر مش غريب، لان ربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن احنا بنهمل شرب الميه، بنهمل ان احنا جسمنا مكون من 75% او من
زي كده كوكب الارض. كوكب الارض نسبة اليابسة فيه 21%، والباقي او 22%، والباقي 78% ميه. احنا جسمنا نفس النسبة سبحان الله، لان احنا سبحان الله مخلوقين من الارض، فاحنا جسمنا 78% منه ميه، ومع ذلك احنا المكون ده مش بندخله. فاحنا لما ندخله والخلايا بقى تتشبع بالميه هيظهر ده جدا بصوره افضل بكتير على صحتنا على كل الاصعده. ارجو ان حضرتكم يعني تلزموا نفسكم الموضوع ده، وان شاء الله تشوفوا الفرق. وممكن تصوروا نفسكم، بس طبعا تبقى صور شخصيه، وتشوفوا فعلا انتوا نفسكم اذا كان في تغيير ولا لا، زي ما السيده ساره البريطانيه عملت التجربه دي على نفسها. ارجو ان حضراتكم تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لنا لايك للحلقه، شيرنج ليها، سبسكرايب للقناه، وبعد ما تدوسوا سبسكرايب دوسوا على الجرس اللي هيظهر لحضراتكم الموجود اسفل شاشه الفيديو. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسيب استفساره او تعليقه اسفل شاشه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.